السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الأعزاء في كل مكان، أسعد الله قلوبكم، أسعد الله أوقاتكم. بداية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما بعد، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مجموعة نقاط سأبدأ بما انتهيت به من الفيديو السابق، ألا وهو فقدان الأصابع. الآن أقول عن فقدان القدم. تفقد العديد من العصافير أقدامها، وذلك لأسباب. من أهم هذه الأسباب الحجلة، أو ما نسميها الدبلة بالمصري، أو الحجلة بالفلسطيني، أو سميها ما شئت باسم دولتك. الحجلة عزيزي المتابع أحيانا توضع حجلات بلاستيكية أو حجلات اللي هي ماركة السنة. الحجلة أحيانا يتحسس العصفور منها تحسس، يعني توضع الحجلة مثلا في وقت متأخر للعصفور، يعني يكون العصفور ناضج وقد تعود أن يكون بدون حجلة، فنقوم بوضع حجلة لهذا العصفور. طب هذا العصفور تعود أن يكون بدون حجلة، عندما تضع حجلة في رجل العصفور يشعر بها، فيظل ينقر هذه الحجلة وينقر في هذه الرجل. ما الذي يحدث؟ أحيانا يعني تمشي الأمور ولا يحدث مشكلة، وأحيانا يقوم العصفور بنقر قدمه ساقه، فعندما ينقرها تتحسس القدم ويزداد التحسس، ويظل العصفور ينقر في هذه القدم حتى يضرب العصب، فإذا ضرب العصب جفت أصابع العصفور وسقطت على الأرض وماتت رجل العصفور. هاي نقطة ثانية، يشتري شخص ما عصفور به حجلة عمر قديم، يعني العصفور كبير عمره 5 سنين، يريد أن يتخلص من عمر هذا العصفور، فيقوم بمحاولة قص الحجلة، وهو يقص في الحجلة يكسر رجل العصفور ويجبرها ولا يحسن الجبيرة، فتضيع رجل العصفور. نقطة ثالثة في نفس المكان، الحجلة قديمة، يريد أن يفك الحجلة، يوفقه الله في فك الحجلة، تمام، قام بقص الحجلة ورميها، رجل العصفور أصبحت خفيفة، العصفور يرفع رجله خفيفة، فيقوم بنقر رجله الخفيفة مكان وجود الحجلة السابق، لأنه رجله صارت خفيفة، يتحسس من هذا المكان، يظل ينقر رجله حتى يقتل العصب فتموت الرجل. إذن موضوع الحجلة يا جماعة موضوع خطير جدا جدا على فقدان أرجل العصفور. طيب، العصفور يطير في المطير أو في القفص، تشبك الحجلة في سلك معين فيتدلى العصفور، فتصبح رأسه إلى أسفل وجسمه إلى أعلى، قد يموت العصفور إذا طول، وطبعا في الغالب تكسر رجل العصفور، وإذا طول تلف الرجل ولا تنفع الجبيرة، وقد تنفع، وإذا لم تنفع فقد رجله. تمام. انتقل إلى نقطة ثانية، وهي عبارة عن إجابة عن سؤال. يقول المتابع: الذكر بابور، يعني يغرد بقوة، ولكن الأنثى ليست جاهزة. أعزائي المتابعين، نحن الآن مقبلون على اللي هو موسم الصناعي، قلنا عنه، والذي يبدأ بشهر اللي هو 11 للناس اللي دخلت طيورهم في شهر 5 في غيار ريش، 5 6 7 8 9 10 11 6 أشهر 7 أشهر، هذه يعني الأصل 5 أشهر، تمام، يعني 6 7 8 9 10 هاي 5 أشهر، بده يدخل في 11، والخمس أشهر قلنا عنها 3 غيار ريش وشهرين راحة، يكون الذكر قد اكتمل وأصارت أموره تمام. للناس اللي بدها تشغل الموسم الصناعي اللي هو موسم الشتاء، لأنه ظروفها لا تسمح في الصيف بسبب زينكو أسبست حرارة عالية، لا نستطيع أن نزوج في الصيف في شهر 6 و7 و8، لا نستطيع حتى في 9 مثلا، أو في بداية 9 من شدة الحر في هذه البلدان، ويريد أن يزوج في الشتاء. احفظ عني زيادة مدة الإضاءة، وأنا لما أقول زيادة مدة الإضاءة يا جماعة أنا فقط أريد أن أنقلك إلى اللي هو الجو الطبيعي، يعني العصفور لابد أن ينام 10 ساعات وأن يكون نهاره 14 ساعة، فاعتمد الساعة 8 في إطفاء الإضاءة، يعني خلي الإضاءة شغالة إلى الساعة 8، الساعة 8 قم بإطفاء الإضاءة، وشغل الإضاءة الساعة 6 صباحا، ولو حسبناها 8 9 10 11 12
واحدة هاي 5 ساعات، 2 3 4 5 6 هاي 10 ساعات نوم. هذا اللي بدنا اياه، وهذا اللي بصير يا جماعة في الصيف، هذا اللي بصير في الصيف. إذ أنه المغرب في الصيف بيأذن الساعة قديش؟ إذا أن المغرب في الصيف يا جماعة يؤذن الساعة 7:30 إلى 8 إلى 8:15 كمان، يصل إلى 8:30 أو ثلث. لكن المغرب في الشتاء يؤذن الساعة 5، حيصير أذن الساعة 5 و5:30، تدريجيا راح يرجع الوقت. تمام. فأنا محتاج 3 ساعات زيادة. الآن أنا أبدأ بزيادة الوقت. اليوم يعني يؤذن 7، محتاج ساعة، ساعة ونص، أزود ساعة. تمام. قدام راح احتاج ساعة ونص، بعده 2 بعده 3، وهكذا. طب أنا بدل ما أزود على كيفي، لا، أنا أعتمد الزمن اللي أنا قلته في الفيديو. الساعة 8 نطفئ على الطيور ونشعل الإضاءة الساعة 6 صباحا. أنتقل إلى سؤال ثالث وبه أختم. هل يجوز تربية الحسون والكناري في نفس الغرفة؟ وإذا كانت الحساسين فراخ هل يجوز تربيته؟ وهل الحسون يأخذ من لغة الكناري؟ عزيزي المتابع، الحسون نوعين، يعني بديش أنا أحط 100 نوع، أقصد في هذه النقطة نوعين من حيث التفريخ. نوع تم تفريخه في القفص أو في المزرعة أو في المطير، ما نسميه الريشت، يعني نوع فقس محلي احنا اللي انتجناه. والنوع الثاني انتج في الطبيعة، انولد في الطبيعة. اللي انولد في الطبيعة ما ولد في الطبيعة لا خوف عليه، تضعه بين كنانير، بين طيور برية في اي مكان، لن يتأثر نهائيا ولن يحمل اي لغة من عصافيرك اللي هي الكناري، إلا ما ندر. يعني إذا كان انصاد بالشبكة وهو يشحد الطعام صغير جدا جدا جدا، ممكن يشيل من الكناري لموتات الكنار. طيب لو كان في حسون في المكان حسون جلب يعني أب، فإنه سيأخذ لغة هذا الحسون دايركت مباشر بالرغم من وجود الكنانير. هذا بالنسبة لحساسين البرية. يعني الحساسين اللي بنستنصاد أو بنشتريها مصيودة من البرية لا مشكلة، ضعها في غرفة الكنار ولن تأخذ من الكناري حرفا واحدا نهائيا. ولو وجد بينها أب يعلم، حتى لو كان لغة ولا يغلط ولا يخطئ، وهذا أنا مجربها لمدة سنوات. وارجعوا على قناتي الحسون الأسطورة. هذا الحسون الأسطورة كان موجود في غرفة الكناري القديمة قبل تقريبا في 2014-2013، كان موجود يعلم الحساسين الخلوية داخل غرفة الكنار. أنا كنت أعلمها لغة داخل غرفة الكنار. تمام. هذا بالنسبة للصيد. طيب التفريخ، الإنتاج المحلي، هذا في عليه خوف. الإنتاج المحلي لو وضع بين الكنانير معرض أن يحمل لغة الكنار، ويحمل الموتى، ويحمل الترة، السرة يعني أو الترة، قد يحمل كمان مطالع من الكنار. نعم. إذا فرخ الريش أو فرخ القفص الذي ننتجه في البيت، هذا يحمل من الكنار وبسهولة لأنه أنتج في وسط في كنانير. طب لو كان زي ما أنا عامل الريشت فيه حساسين وفي كنانير في نفس المكان، هذا لا يؤثر لأنه والد وأبوه موجود عنده، بشرط إن أتركه في الريشت عند أبوه وأمه. يعني أنا إذا تركته في الريشت وأبوه يغرد عنده طول الموسم، لن يأخذ من الكنار، سيأخذ لغته من أبويه، من أبيه. تمام. لكن لو أنا عزلته وحطيته في غرفة كناري، فهو معرض أن يأخذ من إيش؟ من الكناري. السؤال الأخير وبه أنهي. معروف أن الكناري المفتل يعني غالي، والناس تحب أن تنتج منه. السؤال يقول: هل أستطيع أن أنتج من كناري مفتل أعمى؟ طبعا عزيزي المتابع، إذا كان هذا الكناري أنثى تحفظ قفصها، هي تحفظ القفص وتحفظ عشها، ستتحرك وتذهب إلى العش، أنت تقوم بلف إلى العش، جمع العش ووضع القطن. تمام. وستبيض طبيعي، وستعمل وضعية التزاوج طبيعي، وستتلقح، ولكن لا بد من نقل بيضها تحت زوج آخر ليتم إنتاجه من تحت الزوج الآخر. أما هي لن تطعم لأنها لا ترى. طيب لو كان ذكر، وهذا ينطبق على جميع أنواع الكناري المفتل وغير المفتل، لو كان ذكر أعمى ماذا أفعل؟ حظك نصيبك. تمام. إذا كان عمى تام أو إذا كان يعشي يعني يرى خفيف، لكن إذا كان عمى تام، أول خطوة لابد أن تفعلها هي وضع عود واحد فقط في القفص. يعني ما لازم أحط عودين،
ليش؟ لأن الأنثى لو طلبت الذكر لوضعية التزاوج على هذا العود وهو واقف على العود الثاني، هو سيسمعها ولكن سيتحرك، مش شايفها. عود واحد، لماذا؟ لعلها تعمل وضعية التزاوج وهي تقف بجواره على العود فيشعر بها فيقفز على ظهرها بالاتجاه الصحيح فيلقحها. تمام؟ ولكن لو قفز بالاتجاه الخطأ لن يلقحها. بالتالي يعني هذه هي الفكرة، أن نضع عود واحد لهذا الزوج. أسأل الله العظيم أن أكون قد وفقت في عرض هذه المعلومات. لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناة كنت ترانا للمرة الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.